يا صباح الفل، يا مساء الفل. هنعمل النهاردة الجبنة الكيري بكيلو حليب واحد. هنطلع حوالي كيلو الا ربع من الجبنة الكيري، وكلها طبعا معانا قيمة غذائية عالية. محناش هنضيف زيت كتير، لا كوباية زيت ولا الكلام ده خالص. هنعملها بمقادير هتعجبك جدا. انا بس بوزنها معاكم وبقول لكم اهي طلعت معايا 700 جرام. الباقي ده قول هو وزن العلبة. ما شاء الله، كل اللي هيدوقها هتعجبه جدا. احنا عارفين ان في طرق كتيرة جدا للجبنة الكيري، بس الطريقة دي طريقة يا جماعة اتفقنا من غير زيوت كتيرة. نبدأ ونقول بسم الله. معانا كيلو من الحليب كامل الدسم. المادة الدهنية معانا سمنة او زبدة عندك، بس الزبدة افضل. دي 100 جرام من الجبنة الشيدر، وهنحط كم معلقة خل، وطبعا شوية ملح، ومعانا كمان معلقتين دقيق. هنشوف الطريقة مع بعض. احنا جبنا كده حلة على النار، تمام. هنحط فيها معلقتين، لا سوري، هنحط الاول الحليب. هنبدأ بالحليب. حطينا الكيلو، هنسيبه عشان يغلي. هو لسه مغلاش معانا، تمام. بالنسبة لل100 جرام الجبنة الشيدر، لو انتي مش عندك عادي استبدليها ب3 قطع مثلثات من الجبنة، او بنص قطعة، بنص. يعني عندنا الجبنة القريش بتبقى قطع كده، خدي نص قطعة من الجبنة القريش برضو تنفع. اي جبنة عندك تنفع، تمام. عندنا الحليب اهو بدأ يغلي، فانا هنزل من 3 معالق ل4 معالق خل. اهم حاجة ان هو يبدأ يفصل معانا اللبن ويطلع الشرش بتاعه، يعني يعمل جبنة يجبن. ممكن تضيفي، في ناس بتضيف الليمون، بس بصراحة بيدي طعم مش ظريف في الجبنة، بلاش ليمون. قدامنا الخل، او ممكن تستبديل الخل بعلبة كبيرة من الزبادي، او لو عندك لبن رايب برضو تحطي كوباية كده من اللبن الرايب. كل ده يساعدك على ان اللبن يبقى جبنة بالشكل ده، يجبن معاكي، يفصل عن بعضه، تمام. يعني اول ما الحليب بدأ يغلي معانا نزلنا بالخل، من 3 ل4 معالق خل. بجد هي اسعارها غالية جدا في السوق، وكل يا جماعة الجبن اللي موجودة في السوق بيضيفوا لها كمية من الزيت عشان القوام ده اللي بيديهوله الزيت. بيضيفوا تقريبا حوالي كوباية من الزيت. يعني هي كل انواع الزيوت على فكرة مش صحية يا جماعة. انا اقول لكم دلوقتي على الزيوت الصحية. عايزة اوريكم بس دلوقتي الخطوة دي. شايفين فصل معانا اهو؟ شايفين اللون الرايق الاصفر ده الشرش، والجبنة طلعت معانا اهي. انا حطيت بالظبط 4 معالق كبيرة من الخل. ممكن تحطي 3 يفصل معاكي، 4 يفصل معاكي، ما تزوديش عن 4 عشان برضو طعم الخل ما يبانش معاكي. خل ابيض. انا نزلت معايا اهو، صفيتها. نحاول نشتغل كده والجبنة سخنة معانا عشان تطحن كويس بالشكل ده. في حاجة تانية بقى على النار، هتحطي معلقتين كبار من الزبدة او الزيت، مش مشكلة، اي حاجة عندك، اي مادة دهنية عندك. دي بس عشان نعمل فيها نحمص معلقتين الدقيق، معلقتين كبار محترمين كده من الدقيق، تمام، بس يتحمصوا كويس. انا بس هحمصهم كويس. زي ما قلنا، انتي قدامك الزيوت الصحية: زيت الافوكاتو، زيت جوز الهند، زيت الزيتون. وطبعا الزيوت دي غالية جدا، تمنها غالي. هما بيضيفوا على الجبن
يعني نقول مثلا زيت عباد الشمس، تمام، لو دوار الشمس برضو يا جماعة هو مش صحي صدقوني. يعني انتي حاولي قللي كمية الزيوت على قد ما تقدري. بصي بقى، احنا نزلنا اول ما تحمص بكوبايتين من الشرش، تمام، الشرش بتاع الحليب، ونزلنا بالمية جرام الجبنة الشيدر اللي معانا، او اتفقنا اي جبنة عندك البدائل اللي قلتلك عليها، وضفنا معلقة ممسوحة كده صغننة من الملح، الملح حسب الرغبة، ضيفي نص معلقة ودوقيها، لقيتيها انت عايزة كمان ملح ضيفي شوية. ونزلنا بقطع اللي هو الجبنة اللي عملناها اللي هي بتاعة الحليب، كله على بعضه بالشكل ده، ونسيبها كده تأثر مع بعضها، تاخد غلوة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واول ما هتبدأ تهدى معانا، يعني دوبك غلوتين، ونبدأ نسيبها بس 5 دقايق عشان احنا هنشتغل بالخلاط. عندك هاند بلندر تمام، مفيش هاند بلندر اشتغلي بالخلاط. انا سبت الجبنة هدت شوية، تمام. اللي بيديها برضو يا جماعة طعم غني جدا، لو عندك زبدة ضيفي في المرحلة دي في الخلاط مكعبين حلوين كده من الزبدة، هتفرق في الطعم جامد جدا. اللي عنده زبدة يحط، تمام. انا نزلتها في الخلاط، هبدأ اضرب بقى. نضربها كويس لغاية لما تنعم خالص. انتي في المرحلة دي مثلا لو ضفتي فنجان واحد من زيت دوار الشمس وتنزليه سرسوب وتضربي، هيفرق معاكي جدا برضو في القوام، هتتقل اكتر ما احنا عاملين. عايزة تضيفيه براحتك. انا برضو هعمل لكم برضو الجبنة الكيري بطريقة برضو تانية، نجرب مع بعض وهبقى اقول لكم انهي الاحلى. بس بصراحة انا بعمل الطريقة دي بس، ما جربتش طريقة تانية، طريقة ممتازة. ان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني للجبنة الكيري قريب، بس نبقى نجرب مع بعض كده الطريقة الحلوة دي، صحية صحية بصراحة لدرجة كبيرة. خلاص هي اتضربت معانا. العلبة دي انا كنت شارية فيها جبنة كيري برضو، دي بقى بعد ما بردت معانا في التلاجة. عايزة اوريكم القوام بتاعها، جميلة بجد، بتعجب الولاد قوي والله. قوامها وطعمها بصراحة حلوة جدا يا جماعة، حلوة جدا ما شاء الله. بألف هنا وشفا لكل اللي هيجرب الجبنة الكيري. بلاش نروح نشتريها بمبالغ، بصراحة مبالغ فيها. احنا ممكن بس بكيلو حليب واحد نعمل احلى جبنة كيري، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. اتمنى ان شاء الله الوصفة تعجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب. شيري كتير لاصحابك، شير كتير لاصحابك اللي بيشوف الفيديو. يا ريت تدعموني، واشوفكم على خير في فيديو جديد.